النهارده هنعمل أحلى وأجمل حلويات في الدنيا، الجلاش. الجلاش المحشي مكسرات هنعمله كده صوابع، سهل وخطير وجميل، وحقيقي يا جماعة حقيقي الجلاش من الحاجات بجد اللي جوّه البيت أحلى 100 مرّة من برّه البيت. سهل وبسيط كده وما بياخدش وقت وجميل خطير كده. يالّا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. هنحتاج مبدئيًا إن أنا أحضّر الشربات بتاعي. شربات الجلاش هو شربات متوسط ما بين الخفيف وما بين التقيل، ما يبقاش خفيف وما يبقاش تقيل طبعًا زي بتاع الكنافة، فهاحتاج كوباية ونُص من السكر، عليها كوباية مَيّة، وباحط عليهم معلقة عسل نحل. أنا مش باميل إن أنا أستخدم عسل الجلوكوز، خاصةً إن هو مش بيبقى موجود كتير متواجد في كل البيوت، فباحط عليه معلقة عسل نحل. وابتدي أسيبهم كده على النار يغلوا وابتدي أقلّبهم. أول ما يتقلبوا كويس ويدخل في الغليان بعد 10 دقايق كده، أبتدي بقى إيه، أعصر عليه نُص ليمونة. طبعًا ده المقدار الشربات اللي أنا عاملاه نُص ليمونة، يعني أنتِ في ناس بيحبّوا يعملوا شربات كتير، فطبعًا تضاعفي الكمية. بس، لكن هو على الكوباية ونُص سكر دي نُص ليمونة، ياخد بس يا دوبك غلوة بعد الليمونة، يا دوبك يغلي كده كويس، يعني أنا سِبته كده على النار من 10 ل15 دقيقة. وبعدين آخر حاجة إن أنا باجيب كيس من الفانيليا طبعًا ده اختياري، وتحطيه على الشربات، بس أهم حاجة بعد ما تحطي الفانيليا على طول تطفيه، يعني ما يغليش كتير أو ياخد غلوة كتير عشان الفانيليا هتمرّر مهما يكون نوع الفانيليا بتاعتِك يعني. وبعدين أبتدي بقى إيه، أجيب الجلاش بتاعي. أهم حاجة يا جماعة في وصفة الجلاش إن يكون الجلاش بتاعي طازة. فكرة إن الجلاش يكون طازة ده بيفرق جدًا، جدًا في النتيجة الأخرانية بتاعة الجلاش. أجيبه كده وكده أغطيه بالفوطة بتاعتي عشان ما ينشفش عقبال ما أحضّر الحشوة. الحشوة عبارة عن فول سوداني، وحاطة عليه طبعًا ضارباه كويس، عليه جوز هند، عليه زبيب، وفي الآخر وعليه معلقة سكر، وفي الآخر حطيت عليه ربع معلقة قرفة. طبعًا دي اختيارية، أي حاجة طبعًا تقدري تحطيها، عايزة تحطي مكسرات حطي، عايزة تحطي جوز هند وفول بس حطي، أي حاجة المهم اللي يريحِك. وبعدين بقى ابتدي أحضّر خليط التوريق بتاعي بتاع الجلاش. أنا عاملة إن أنا طبعًا مستخدمة سمنة. سمنة طبعًا يُفضّل تكون بلدي عشان يبقى طعمها حلو، وعليها معلقتين زيت. ليه الزيت؟ عشان يدّيني قرمشة ولون دهبي للجلاش، لكن ممكن تستغني عن الزيت تمامًا. تجيبي بقى الصينية اللي هتعملي فيها وتدهنيها كويس جدًا، جدًا بالسمنة، يعني دي أهم حاجة. الزبدة يا جماعة عشان في ناس بتسأل الحلويات الشرقية بتتعمل بالزبدة، لأ، الحلويات الشرقية كلّها بتتعمل بالسمنة، والجلاش بالذات ما ينفعش يتعمل بالزبدة، مش هيبقى حلو خالص، هينشّفه. ابتدي أجيب ورقة، ورقة بقى، أنا هاستخدم ورقتين، ورقتين، بين كل ورقة وورقة بابتدي أدهن بالإيه، الخليط بتاعي اللي هو السمنة والسمنة على الزيت ده. ولو عايزاه قُلت لِك يبقى سمنة براحتك يعني سمنة بس. وبعد ما أورّق بين الورقتين بالخليط بتاعي، أبتدي بقى أتني الحتّة القدّامانية عشان دي اللي هاحط عليها الحشو وتستحمل الحشوة بتاعتي. هي على فكرة ممكن ما تتنيهاش على حسب برضه سمك ورقة الجلاش، لكن أنا باحب أتنيها كده عشان إيه، تبقى محمّلة للحشوة حلو كده. أهو ابتدي بقى أتنيها إيه وأضُم كده إيه وأنا باتنيها، يعني إيه أضُم كده إيه، يعني عليها كده عشان ما تبقاش يعني فاهمين، ألمّها كده على إيدي، أضغطها. بس أهي، اتعملت كده ابتدي بقى إيه أرصها بالصينية المدهونة سمنة عادي. هي إن طلعت بس كبيرة شوية هاقصّها، بعدين هاحل الموضوع ده. أنا هاتني الحتة اللي من الجنب، أهو زي ما أنتم شايفين تنيتها كده من الجنب ورقة، ورقة، وابتدي أورّق الورق بتاعي بالسمنة. توريق الورق بالسمن يا جماعة بيفرق خالص في الطعم. أنا عارفة إن في ناس ما بتحبش تقول لِك أنا إيه هاحط سمنة في الآخر، لأ صدقيني توريق السمنة في النُص بيفرق. أهو في الآخر بقى باحط السمنة كده من فوق. ما ينفعش تستغني عن الخطوة بتاعة التوريق، لإنه بيخلّي لِك الجلاش هش، بيخلّيكِ الجلاش آمم نافش كده عن بعضه، مورّق كده لحد آخر مرّة مورّق، وما بيخلّيه ما يشربش الشربات، وبيخلّيه لونه دهبي، وهيخلّي طعمه مميز جدًا. يعني فعلًا توريق الطبقات بالسمن بيفرق. يدخل بقى على فرن درجة حرارته 260، يخرج بعد ربع ساعة أو تِلت ساعة، 20 دقيقة على حسب درجة حرارة فرنِك. أول ما يطلع بقى على طول أروح أسقيه بالشربات. طبعًا الشربات بيكون بارد يعني لدرجة أنا شايلاه في التلاجة يعني، ما كانش بارد أوي. أهو سقيته بقى، بُصّوا بقى الجمال، يتسقي طبعًا وهو سخن. بُصّي يا جماعة عشان هو شارب سمنة كويس، بُصّي بيشرب الشربات اللي هو عايزه، والباقي ما بيشربوش، ما بيعجنش. ودي ميزة إن أنتِ بتحطي السمنة بين الطبقات. فلو عايز تستغني منها عن الخطوة دي تخلّي بالِك وأنتِ بتحطي إنِّك تقللي الشربات. بُصّي بقى، بُصّوا التوريق بتاعه جميل إزاي، شايفين لونه دهبي وخطير إزاي؟ يفضل عندِك كده 3، 4 أيام بنفس القرمشة دي. خطير، خطير. إن شاء الله هتعملوه، إن شاء الله هيعجبكم جدًا، وبالهنا والشفا.